عليكم ورحمة الله، تحية عطرة أزفها لكم أحبائي متابعي الغالين، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كنتم تشوفوا معايا عصير الرمان، بما أننا في موسم الرمان في فصل الخريف نستغل هذه الفرصة ونحضر من هذه الفاكهة التي ذكرت في القرآن، وفاكهة ونخلا ورمانا. صدق الله العظيم، هذه الفاكهة رائعة جدا ومفيدة لصحتنا، فلهذا نستغل هذه الفاكهة في عمل العصائر أو المربى. بلا ما نطول عليكم نتفضل مباشرة إلى طريقة التحضير وذكر المقادير بكل مصداقية. ما فيش غش في وصفات صراحة، كل وصفاتي بمصداقية تامة. تفضلوا معي. هنا عندي أكثر من كيلو تاع الرمان، حبات خشان وشابين، نتوما الكميه اللي حابين تخدموها. الا حبيتو تعملوا كميه قليله تقدروا ديروا غير كيلو يجيكم هكا حوالي هكا 4 حبات. نبدا هنايا بسم الله. قشروا حبات تاع الرمان، لا تستعملوا ليكم هنايا لا تفرش يديكم، يقعد هنايا اطاه بين الاصابع راكم تعرفوا. هكا نقسموا الحبه هكا على النص، ونبداو هنايا بسم الله هكا بهذه الطريقه. وتحاولوا انكم هنا تنقوا منها باش كذا يطلق لكم ديك المروريه هاك. هذه الحبه ما جاتنيش حمراء، حاب نجرب معكم حبه ثانيه امامكم. شوفوا هذه يا درا ايضا نفس النوعيه، يعني فيها احمرار. هذه افضل شابه، نذوق شويه حلوه بزاف. على هكا وحتى نكمل نفركهم كامل ونكمل كما واش راح نعملوا في هذه الوصفه. هنا بعد ما كملتو كامل هنايا فركتو الى حبيبات، دوكا واش نعملو نجيبو هنايا كاسرونه. بسم الله نفرغ هاد الحبيبات الرمان، بعدك واش نعملو نفرغ هنايا كاس من الماء. بسم الله. بالنسبه لكميه السكر هنا تقدروا نتوما تعملوا كميه اكبر من اللي عملت انايا ولا تنقصوا، هنا على حسب نتوما السكر في حبيتو يجي الرمان تاعكم حلو بزاف شغل مركز عملوا الكميه اكبر. واذا بغيتوه يكون مويا عملوه هكا، ولكن بغيتوه يعني ناقص حلاوه بزاف نقصوا السكر. اوكي بسم الله هكا ونوضعوا على النار هكا كل ما يغلى هكا لمده 3 دقائق نتوقفوا. وكاين اللي ما يحبوش يضيبوه تقدروا مثلا هكا ترحوه ديريكت في الاشوار ولا في الميكسور. اوكي انا حبيت انا نطيبوه يجيني هكا حلو ويجيني عاقد. هاني يطيب ونتلاقى فيما بعد. هنا بعد ما غلى معايا الرمان هكا واحد لمده 3 دقائق، واني ما وضعتش الكميه كامل هنا باش تكفيني، كنت راح نضيف الحليب. بسم الله نضيف نص كاس حليب والكميه الباقيه نضيفوها عند الثاني تاع الرمان اللي بقى لنا هكا. كاين اللي ما يحبوش يميلونجيو الجي هذا تاع الرمان مع الحليب، ولكن نحب انا هاد العصائر بالحليب. توجور نميلونجي الحليب سواء مع الخوخ ولا الفراز، ونوضعو هنايا الياغورت الطبيعي. بسم الله نضع نصف كميه نصف الباقيه اللي ما جاتنا، وهنا عصير نصف حبه ليمونه كنعصروها. فوالا ونبداو نميكسيو. بعد ما ميكسيتو كنجيبو هنايا مصفى كيبان ما يبطوش معنا هاد الشوائب كما كنشوفوا العظم تاع الرمان هذا. فوالا هكا نحركو مليح
كم تجمعنا الشوائب نهائيا وجينا عصير صافي. ها هو عصير راه جاهز، حضرناه بطريقه سهله ورائعه. بسم الله. رحنا في الكؤوس. كاين في الوصفه القادمه نعمل لكم عصير رمان مركز، يجيكم معقد بزاف. لكن هذيك الوصفه نفرغوا الكميه اللي ما زالت.